أبو أسامة تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد أحبك في الله. الله يحبك ويكرمك يا أبو أسامة، جزاك الله خير. الله يجزاك خير يا شيخ. الله أحب جميع المسلمين اللي ماشيين على هدي الرسول عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله، الله أن تحفظه يا ربي. شيخ السؤال الأول، نقعد احنا يعني شباب وهذه، فاحنا كل واحد عنده حرمة من تقدر تتزوج انت محكوم من زوجتك انت كذا، تتزوج نعطيك كل واحد 10,000 وهذه. اللي اعطاه 4 أو 5,000 وهذه وراحوا يعني سواها. هل احنا آثمين في الشيء هذا ولا يجينا اجر ولا شيء كيف أنتم شجعتوه تزوج زوجة أخرى؟ لا، احنا كل واحد عنده حرمه وقاعدين شباب، مثلا احنا نقول له والله انت ما تقدر تتزوج انت محكوم، قال والله اقدر اتزوج، قلنا له يلا نعطيك 5 10,000 20 وروح اتزوج. ها وجمعتوا له؟ ايه جمعنا له وراح اتزوج. احنا آثمين ولا كم جمعتوا له ما شاء الله؟ والله جمعنا له مبلغ زين يا شيخ. يعني كم، 10 15 20؟ والله حسب يا شيخ، اللي يدفع 5 ولا يدفع 4 ولا يدفع 20 ولا يدفع 15. ما شاء الله. كم وصلتوه؟ ها؟ كم وصل؟ كم جمعتوا؟ ممكن نوصل حوالي 60 70. اوه طيب، متى جلستكم الجاية عشان احضر معكم؟ حياك يا شيخ، ان شاء الله احنا كل يعني اسبوع. ما اقول ما دام يا ابو اسامه كل ما جلست وزوجت واحد، اجل بالله يحسبني معكم المره الجايه. يلا يا سيدي حياك الله. بارك الله فيك يا ابو اسامه، ما عليكم بأس ان شاء الله، لكن ينبغي ان يكون يعني الزوج ان يحسن الى زوجته، يكون زواجه مجرد تحدي يعني لا يعبث ببنت الناس. اسال الله ان يحفظك يا رب.